قتلوا الصغير قبل الكبير، وقتلوا النساء قبل الرجال، دمروا وأحرقوا كل شيء صادفوه في طريقهم، ولم يتركوا حجرا على حجر. فهل لك أن تتصور مدنا يقطنها مئات الآلاف تتحول إلى مناطق أشباح في بضع ساعات، خالية من أي كائن حي يتنفس، جيوش وألوية تذوب أمامهم وكأنها لم تكن، ملوك وفرسان يهربون عند السماع باقترابهم، تظنهم لا يريدون حكما ولا ملكا، وإنما جاءوا لإفناء البشرية وتدمير العالم. قبائل تحت قيادته أصبح يطلق عليها اسم المغول. بدأت الإمبراطورية في الظهور في عام 603 للهجرة، وكان أول زعمائها تيموجين المعروف بجنكيز خان، أي قاهر العالم، وكان قائدا عسكريا سفاحا متعطشا للدماء. في سنوات قليلة توسعت الدولة من كوريا جنوبا إلى كل الصين شمالا، وإلى دولة خوارزم في الغرب. دول العالم الإسلامي آنذاك وكانت موزعة على الشكل التالي: الخلافة العباسية وسط وجنوب العراق، مصر والشام والحجاز واليمن كانت في أيدي الأيوبيين، والتي ما لبثت إن تقسمت إلى ممالك صغيرة ومتناحرة. بلاد المغرب والأندلس تحت حكم الموحدين، دولة قوية مترامية الأطراف. في القرن السابع للهجرة سقطت الدولة وانهارت إلى ممالك صغيرة أيضا. الدولة الخوارزمية أكبر الدول، منطقة فارس شرق العراق، إيران الآن، وكانت تحت سيطرة طائفة الإسماعيلية. الأناضول تركيا الآن، سلاجقة الروم الأتراك، ملاصقة للإمبراطورية البيزنطية. الاجتياح: قتل مجموعة من التجار المغول في مدينة حدودية داخل دولة خوارزم في ظروف غامضة، فأرسل جنكيز خان إلى محمد بن خوارزميشاه يطلب منه تسليم القتلة للمغول لمحاكمتهم، فرفض الملك ابن خوارزم هذا الطلب وقال: يحاكمون في أرضنا وفق الشريعة الإسلامية. فكانت الذريعة والشرارة التي سيبدأ بعدها قرن من القتل وسفك الدماء وتدمير حضارات بأكملها. انطلقت المعركة الأولى سنة 616 للهجرة، والتقى الجيشان شرق نهر كان يسمى سيحون في كازاخستان حاليا، وبعد قتال 4 أيام مات الآلاف من الجيشين، إلا أن كثرة أعداد المغول لم تتأثر اجتاح المغول مساحات واسعة بعد انسحاب جيش خوارزميشاه حتى وصلوا مدينة بخارى والتي تقع في أوزبكستان حاليا. دخلوا فقتلوا الرجال واغتصبوا النساء وأسروا الأطفال، ثم أشعلوا النار فيها ليتركوها خلفهم مدينة خاوية على عروشها، ثم توجهوا إلى مدينة سمرقند ليقتلوا جميع سكانها ويفعلوا بها كما فعلوا بأختها بخارى. تابع التتار سيرهم يجتاحون دول العالم لتمتد الإمبراطورية المغولية من سيبيريا وبحر البلطيق شمالا إلى حدود الجزيرة العربية وبلاد الشام وفلسطين جنوبا، ومن الجزر اليابانية والمحيط الهادئ شرقا إلى وسط القارة الأوروبية غربا، لتحكم شعوبا قدر تعدادها 100 مليون نسمة ومساحة بلغت 22% من مساحة الكرة الأرضية. للقضاء على العباسيين عام 1258 واستطاع إخضاعها بعد 40 يوما من القتل والتخريب فيها، وقتل خليفة العباسيين المستعصم بالله وآل بيته. ولم ينجو من هذا الغزو إلا عددا قليلا من المسلمين. سفك المغول من الدماء حتى احمرت مياه الفرات واسودت مياه دجلة من كثرة الكتب التي رميت فيه، وأحرقوا آلاف المجلدات لتفنى موسوعة مكتبة بغداد عن بكرة أبيها. وبعد أن سيطر هولاكو على بغداد توجه نحو الشام، فدب الرعب في قلوب الملوك والأمراء الذين راحوا يسلمون رقابهم لجلاديهم بمذلة وخنوع، ومنهم من قاتل دون أهله وأرضه حتى استشهد. دخل المغول حلب عام 1260 ميلادية وقتلوا أهلها، وبعدها سقطت كل من حمص ودمشق وغزة والخليل بأيدي المدمرة، وظلت بغداد بعد ذلك مدمرة وخالية من السكان لعدة سنوات. اهتز العالم الإسلامي للفاجعة التي حدثت في بغداد، وفي ظل تلك الصدمة لم يتهاون هولاكو، فواصل بعدها المغول الزحف في بلاد الشام إلى سوريا بجيش بلغ 60,000 مقاتل،
فقاموا بالاستيلاء على حلب وحمص ودمشق، وقاموا بمذابح كبيرة في حق المسلمين حتى سقطت الدولة العباسية بالكامل. قد سقطت الآن أكبر المدن الإسلامية، حتى أصبحت الدولة الإسلامية على وشك الزوال، فلم يبقى سوى مصر كآخر حصن للإسلام ضد جحافل المغول، لبداية المعركة التي غيرت موازين القوى وانتهاء أسطورة المغول. سيف الدين قطز. ما كاد الملك المظفر يستقر على عرش البلاد حتى أرسل إليه ملك التتار هولاكو رسالة مع 5 من رجاله جاء فيها: من ملك الملوك شرقا وغربا القائد الأعظم إلى الملك المظفر وسائر أمراء دولته بالديار المصرية، إن لكم بسائر البلاد معتبرا وعن عزمنا مزدجرا، فاتعظوا بغيركم وأسلموا إلينا أمركم. وقد سمعتم أننا فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد، فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب، فخيولنا سوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال. جمع الملك المظفر أمراءه وشاورهم في الأمر، فأجمعوا رأيهم على ملاقاة العدو، فأمر بقتل رسل هولاكو 5، وعلق رأس كل منهم على باب من أبواب القاهرة، وقام يستعد للحرب على قدم وساق. ثم بعث برسالة يرد فيها على هولاكو، جاء فيها: ومن أعجب العجب تهديد الليوث بالرتوت والسباع بالضباع والكمات بالكراع. خيولنا مصرية وسهامنا يمانية وسيوفنا مضرية، أكتافها شديدة المضارب ووصفها في المشارق والمغارب. فرساننا ليوث إذا ركبت، وأفراسنا لواحق إذا طلبت، سيوفنا قواطع إذا ضربت، وليوثنا سواحق إذا نزلت. جلودنا وصدورنا دروعنا، لا يصدع قلوبنا شديد، وجمعنا لا يراع بتهديد، بقوة العزيز الحميد. إن عصيناكم فتلك طاعة. التقى الجيشان في سهل عين جالوت الذي تحيطه التلال من 3 جهات، وكانت الخطة أن يتقدم القائد بيبرس لمواجهة المغول في السهل والانسحاب أمامهم إلى أن يصبحوا في وسط التلال، والتي وزع عليها قطز الرماة بشكل متناسق. اشتد القتال بين الطرفين، وأدرك القائد المغولي كتبغى أنهم محاصرون، فشن هجوما كاسحا على ميمنة جيش المسلمين لكسرهم. بدأ جيش المسلمين بالتقهقر أمام بأس المغول، فنزل القائد قطز بنفسه يحارب في الصفوف الأمامية ويصرخ بأعلى صوته: وإسلاما! فعادت الروح إلى الأجساد المتعطشة للثأر، واستشاطت الدماء غضبا وحماسا لينتصر المسلمين ويلحقوا بالمغول شمالا، مطهرين فلسطين ولبنان وسوريا منهم، لتدخل المنطقة في حقبة جديدة توحدت فيها مصر وبلاد الشام